السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات في القناة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأموركم طيبة. شكرا بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم. مرحبا بالأخوات الجدد اللي تنضموا للقناة اللي ضغطوا على زر الاشتراك. مرحبا بالأخوات اللي كانوا قبل في القناة ديالكم. اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو طريقتي في تقسيم ميزانية الشهر، التقسيم اللي أنا مناسبني، وغادي نشارك معكم الميزانية الشهرية ديالي الخاصة بالأكل. يعني ماشي الميزانية العامة ديال المنزل، يعني ما فيهاش الفواتير نهائيًا، ما فيهاش المصاريف ديال المدرسة، ما فيهاش يعني الكمية أولا النسبة اللي كنخلي مثلًا الملابس، الأعياد، ما إلى ذلك. لا، فقط اليوم غادي نشارك معكم غير ميزانيتي أنا الشخصية وميزانية الأكل. كيف ما قلت لكم ما فيهاش الملابس، ما فيهاش الفواتير، يعني هذه غير الميزانيه ديال الكوزينه كيف ما كنقولوا، وديالي انا يعني باش كنمشي للحمام ولا الصالون. المهم باختصار هذه الميزانيه اللي كيعطيني الزوج ديالي، يعني شحال كيعطيني راجلي في الشهر وكيفاش كنفرقوا معكم. غادي نشارك معكم التقسيم اللي مناسبني، التقسيم اللي بيه باش كندير التحديات، اللي بيه باش كنعمر الحصاله، التقسيم اللي بيه باش وفرت 4000 درهم باش فتحت معكم الحصاله كيف ما خليت لكم الفيديو. فبهذا التقسيم باش وفرت 4000 درهم وخديت بها داك الخاتم ديال الذهب اللي سبق لي وشاركته معكم. اذا على بركه الله غادي نشارك معكم. فهنايا كيف ما كتشوفوا معايا، نتمنى انه يكون كيبان لكم. انا بالنسبه ليا الهري، انا غير كتبت الهري، اما هو كنقولوا الاساسيات. يعني بالنسبه ليا الهري اولا الاساسيات اولا لي باز ديال الكوزينه، داكشي اللي كنحتاجو شهريا كنخصص ليه انا 800 درهم. هذيك 800 درهم كنجيب بها السكر، اتاي، بدون الخوض في التفاصيل انا عندكم هي امثله: سكر، اتاي، الزيت، دقيق، الجبن، يعني مستلزمات الفطور كامل، يعني الجبن، الزبده، الا زيت زيتون. زيت الزيتون عنده ميزانيه خاصه به، الزوج ديالي كيتكلف به. زيت الزيتون كناخذوه العام، ما داخلش عندي لهنايا. يعني زبده، قهوه، يعني مستلزمات الفطور كاملين اللي كنحتاجو. قطاني حتى هي كناخذها شهر شهر لا، عطريه. يعني وليت نكتب لكم القائمه ديال التقدير، ممكن تنفع شي اخت شنو تاخذ بها. القطاني كيف ما قلت لكم، العطريه، والمعلبات كنقصد بها مثلا مركز الطماطم، الثوم، وكذلك هذا الذرة، يعني باش كنصاوبوا السلطة، الذرة اولا المربى، يعني كلشي ما كان جميع الحوايج اللي يعني المعلبات. يعني بعض المرات كيف ما قلت لكم المربى، يعني الكونفيتور الا ما صاوبتوش في الموسم، بعض المرات كنصاوب ديال الفراوله، بحال دابا في هذا الموسم، رغم ضيق الوقت ولكن كنصاوب ديال الفراوله. وكيعجبني ديال الليمون، هما جاو تزامنوا هذا الوقت، الفراوله والليمون. اذا كيف ما قلت لكم الطونطوره، وكنخلي واحد النسبه كبيره مثلا المواد التنظيف، مواد التنظيف يعني جافيل، المعطر، مسحوق الملابس، شامبوان، جيل دوش، صابون، ما الى ذلك. يعني انا 800 درهم كنحاول انني ناخذ منها الحاجه اللي كتشرى بكميه. بحال مثلا الزيت ما يمكنش انا غنقسمو على جوج، مثلا هذا الشهر غادي نجيب يترو، هاد ال 15 يوم الاولى نجيب يترو، ال 15 يوم الثانيه نجيب يترو اخر. لا، كناخذ مثلا جوج يترو ديال الزيت. السكر كناخذ هادشي للشهر كامل. الحوايج اللي فوق من هادشي كنقدر نقسمهم على 15 يوم، نجيب غير الحاجه اللي غتقدني مثلا في 15 يوم. مثلا باكيت الفرماج ما غنجيبش فرماج مثلا كبيره ديال 64 حبه، مثلا نقدر نجيب غير ديال 24. تسالي ليا نقدر ناخذه، حيت بعض المرات كيشيط ما علاش غادي ناخذه مره اخرى. حيت بعض المرات كناخذوا شي حوايج كيبقاو لنا واحد الكميه كبيره، وضروري قبل ما تمشي تقداي التقضيه ديال الهري حتى تخملي داك البلاكار ديالك كامل اللي كتحطي فيه المونه. الا ما خملتيش داك البلاكار كتبقى حاجه كتزيد على حاجه. بحال مثلا انا القطاني راه الا خديت مثلا كيلو ديال الحماص، كيلو ديال العدس، كيلو ديال اللوبيا، راه كيكفاني شهرين. ما يمكنش انا مثلا غادي نخلي داكشي وغنمشي ناخذه. يعني ماشي ضروري كنكون مقيده بهاد التقضيه. يعني التقضيه كتكون عندي مرنه. انا هاد الورقه هادي اللي نبغي نصاوبها قبل ما يبدا الشهر كنصاوبها مثلا نهار 26 في شهر 27، كناخذ ورقه ستيلو، كنبدا كنشوف البلاكار
اللي عندي. كنشوف مثلا الا خديت مثلا القهوه بزايد ما ناخذش، الا تسالات ليا مثلا ولا باقي شويه نشوف غير شحال نزيد، واش 4 ولا نص كيلو، كنشوف شحال غادي يقتني. يعني انا بالنسبه ليا 800 درهم كافيه، يعني زائد 100 درهم ديال البوطه، يعني جوج بوطات كيكفاوني حتى هما شهرين. بعض المرات هاد 100 درهم كنزيدها، كناخذ بها مثلا الا ما خواوش لي البطاطات الشهر، هذيك 100 درهم كنمشي وكناخذ بها مثلا المسحوق ديال الملابس، كناخذ 100 درهم، كناخذو ديال 5 كيلو ب 100 درهم، يعني كافياني، يعني غيبقى شهرين اخرين ما غنجيبش المسحوق وما الى ذلك. يعني هادشي كيكون مرن، مره كنزيد حاجه مره كنقص حاجه. يعني 800 درهم كناخذها هكا، غادي نقصها عفوا، وكنمشي كنديرها في هذا الموزع ديال الميزانيه. هذا هو كينفع بزاف بزاف، هذا هو اللي كينفعني انا كل شهر، راه موجود. يعني ممكن تكومونديو من اي صفحه على الفيسبوك او الاشارات كيطلعوا عنده ديال اليوتيوب. المهم هذا كندير 800 درهم في الخانه الاولى ديال الاساسيات. هذه الخانه ها هي مسميه انا الاساسيات. الا شاط لي شي حاجه من التقديه هذه هي بلاصتها مباشره، هذه هي بلاصتها. داكشي اللي بقى ليا كنخليه للحانوت. الا خصتني هكا شي حاجه على غفله كنتاخذ منها، هذه بوحدها دايره هي الاولى. غادي ندوزو لحاجه اخرى. الخضر والفواكه دايره ليهم انا 400 درهم، كتكفاني قل من 400 درهم، ولكن انا خاصني نحط 400 درهم. والا شاط لي شي حاجه كنديرها في الحصاله على حسب التحدي اللي كنكون متبعاه هذيك المده. بعد ما كنكون دايره جوج ديال التحديات، يعني واحد كيكون بمبلغ كبير واحد كيكون بمبلغ صغير. هاد 400 درهم فانا كنقسمها على جوج، 200 درهم زائد 200 درهم. كنتقدى ان مره في 15 يوم من سوق اسبوعي. سوق اسبوعي اللي قريب ليكم حتى نتوما من الاحسن. علاش كنمشيو للسوق الاسبوعي؟ كتكون الخضره طريه وثمن مناسب وكاين بزاف ديال الاختيار. يعني عكس الا مشيتي لغير شي سويقه قريبه، شنو كتلقاي داكشي محدود، كيجيبوا غير الحاجه اللي غتمشى ليهم باش ما تخسرش ليهم. ما كيجيبوش لك بزاف الانواع ديال الخضر، ما كتلقايهمش، وكيكون الثمن طالع. وهذيك الخضره اللي كتكون في السويقه راه هي تيساليو كيغطيوها وكيخليوها، هما عندهم 15 يوم، فما يمكنش انت غتاخديها وتبقى عندك 15 يوم. اما في السوق الاسبوعي فكيكونوا يلاه جايبينها من المارشي الصباح، ضروري ما تقداو مره في 15 يوم. والى كاع ما كانش كيمكن مره في 10 ايام. ما تاخذوش الخضره والديسير، ما تاخذوش للسيمانه نهائيا، حيت كل مره كتخرجوا كتاخذوا كثار من داكشي اللي كتحتاجوا. مره في 15 يوم كتجيبوا فيها حتى الخضر ديال الكسكسو، انا كنديرو مره في 15 يوم ماشي كل اسبوع. 200 درهم كافيه وشيطه. دائما غتشيط لك منها واحد 50 درهم 40 درهم تقريبا كتبقى. بالنسبه لي انايا اللي كنشارك معكم ميزانيه، هذه كتشيط ليا منها. يعني كناخذ 400 درهم وكنديرها في في الخضر والفواكه. كنديرها في بلاصتها. اللي شاط ليا كنخليها، الحاجه اللي شاط ليا كنخليها، حيت ربما بعض المرات نمشي نتقدى نلقى الخضره غاليه ولا كاين شي مشكل ولا ما تعرف. المهم الا شاط ليا شي حاجه 200 درهم هذه هي بلاصتها فاش كنخليها فيها. وغادي نمشيو الخانه المواليه اللي هي ديال اللحوم كيف ما كتعرفوا راه مع هاد الغلاء الاسعار وهذا راه كلشي غلا، حتى حاجه ما بقات رخيصه. الحوت ما بقيناش قادرين نوصلوه، شي حاجه قليله. الا خديتي مثلا الحوت مخلط، الحوت الابيض شي حاجه مخلطه هكا كتاخدي كيلو ب 60 درهم. وعاد مثلا حتى السردين اللي كنا كنقولوا مثلا رخيص، بغيت تصاوبيه هكا في الفران تصاوبي بيه كبشه ديال السردين ولا شي حاجه، ولا كيوصل لنا حتى ل 30 درهم. المهم الميزانيه ديال اللحوم كندير فيها 500 درهم. كناخذ 300 درهم زائد 200 درهم. هاد 300 درهم هي في الاول ديال الشهر. كنمشي كناخذ بها كيلو ديال اللحم ب 100 درهم. هذا كيلو ديال اللحم كناخذ البكري ياك. كناخذ واحد الكيلو ديال التقليه اولا الدواره ولا نتوما شنو كتقولوا ليها، دايره 40 درهم. بعض المرات راه حتى في رمضان وصلوا حتى ل 50 درهم. كناخذها مثلا ب 40 درهم. كنمشي كناخذ واحد جوج ديال الدجاجات، جوج ديال الدجاج يعني على حسب تقريبا كتكون حتى هي واحد 100 درهم ياك. فشحال بقات ليا هنايا؟ بقات ليا 60 درهم. هذيك 60 درهم اللي بقات فكنجيبها حوت، كنجيبها حوت مخلط كتباع التخليطه ب 60 درهم الكيلو باش كتبقى. يعني عندي اللحم 100 درهم كيلو كنقسمها على جوج، وعندي 40 درهم ديال التقليه كنطيبها مجموعه. الا بغيت نديرها غير هكاك بالزيتون ولا هذا، كنت بغيت نديرها مع القطاني سواء نديرها مع الحمص او ندير مع اللوبيا كنقسمها. عندي جوج ديال الفراج ديال الدجاج كنقطعهم هكا، كنقطع مثلا جوج ديال الفراج كنقطعهم على 6. وبالنسبه لهاد 200 درهم كنخليها حتى كدوز واحد 15 يوم في الشهر.
ملي كدوز ديك 15 يوم كنعاود كنمشي للفريغو، يعني المجمد كنشوف شنو باقي ليا فيه، على حساب داكشي اللي بقى ليا فيه كناخد من بعد هاد 200 درهم كنقسمها ما بين مثلا شويه ديال الكفته الا ما خديتهاش قبل، شويه ديال الدجاج، كنعاود نقسمها على ديك الوقت اللي بقى ليا ديك 15 يوم الثانيه. بعد المرات كنخسر منها غير 100 درهم، كتشيط ليا 100 درهم مثلا كتبقى، وبعد المرات كنزيد كنخسرها كاملة، يعني على حسب الأثمنة. بعض المرات كيكون الدجاج غالي، بعض المرات الدجاج رخيص، يعني ولا بقات ليا هكا، لا بقى ليا مثلا شي صرف ولا شي حاجة كناخد به البيض. البيض مثلا هاد في هاد 15 يوم الاولى راه كنجيب بلاطو راه غير 30 درهم، يعني حتى البلاطو ديال البيض حتى هو بقاو تاخدوه مع اللي مشيتو السوق الاسبوعي، خذوا تتكونوا خارجين وخذوا واحد البلاطو ديال البيض ديما كيكون ناقص، على ناقص بواحد 15 درهم على الهري ولا هذا. فكيف ما قلت لكم 500 درهم، هاد 500 درهم كنديرها في الجهه ديال اللوحه، وإلا كما قلت لكم الا شطت لي شي حاجه كنخليها فيها، كنرجعها فيها باش كنعرف الميزانيه ديالي انا فين غاده. ماشي الا شطت لكم شي حاجه هنا تمشيو تزيدوها في الخضره، اولا تقولوا نمشي ندير بها تحدي ولا ندير بها حصاله ولا نخبيها، ولا لا، كل حاجه عندنا ليها بلاصتها حتى كيسالي الشهر، باش من بعد الا بغيتي تصاوبي عاوتاني تقادي الميزانيه كتعاودي كتشوفي شنو تنقصي شنو تزيدي. بقات لي الخراجات، هاد 200 درهم شنو كنقصد بها انا بالنسبه لي في الميزانيه ديالي، شنو كنقصد بها بالخراجات؟ بعض المرات كنبغي نخرجوا هكا نشربوا قهوه شي حاجه خفيفه، ما كنقولش لكم غدا ولا عشاء ولا شي حاجه، لا داكشي الوقت اللي تقرب لنا به الزوج الكريم مرحبا. اولا من فلوسي انا، من المال ديالي الخاص، يعني ماشي من فلوس الميزانيه، يعني حتى انا بعض المرات فلوسي كنخسر منهم ماشي مشكل، اولا راجلي اللي كيخرجنا ولا هاد 200 درهم كتبقى الا كانت قهوه على برا مثلا، مثلجات، يعني كلاص، يعني مثلا هكا كتاخدي مثلا شي حاجه من الباتيسري مثلا حلويات، يعني هكا شي حاجه ديال السقاطه كتبقى هاد 200 درهم، تخرجي للوليدات لشي بارك شي حاجه كتاخدي من هاد 200 درهم، وانا حتى هي كنديرها تما. شاط ليا منها مرحبا، ما شاطش ليا ماشي مشكل، باش كيبقى واحد شويه ديال المتنفس وصافي. هذه كنقول لكم غير شي حاجه اللي هي قليله، شي حاجه بسيطه، تجي هكا تشربي قهوه ولا هذا، خصوصا بحال اللي عنده وليدات صغار مثلا ما تيكونسوميوش شي حاجه حليب بالشكلاط ولا هذا. المهم ديك الخرجه كتبقى لك بواحد 40 درهم، راه تخرجي منها 5 المرات في الشهر، كل اسبوع ديري خريجه هكا، تكوني مصاوبه شي حاجه ديال الكوتي مثلا شي كيك ولا شي حاجه ديه معاك، وكتاخدي كافي وتاخدي هذا وتجلسي في هكا شي قهوه تيكون عندها تيغاس ولا شي حاجه بحال هكا. انا كيعجبني نخرج لي ستاسيون اللي كيكونوا خارج برا المدينه، ما تيعجبني القهاوي اصلا في وسط المدينه ما فيهم ما يتجلس الواحد كعائله، ما كاين كيفاش تجلس في وسط المدينه. ولكن بالنسبه لهكا لي ستاسيون اللي كيكونوا خارجين على المدن تيعجبوني، كيكون ثمن مناسب 15 درهم ولا 12 درهم، قهوه ولا عصير، وكدي معاك انت شي حاجه من الدار، ما ديتيش كدوزي للباتيسري. المهم 50 درهم كاع في هذيك الجليسه انت وراجلك وولدك ولا بنتك راه كافيه، كيخرجوا ما يلعبوا هكا في الالعاب ولا هذا، وكتبقاو نتوما جالسين ترونكيل. بالنسبه للطوارئ، الطوارئ شنو درت فيها 200 درهم؟ شي مره انا غلطت في الميزانيه، شي مره تشهيت شي حاجه وجبتها مثلا وخرجت لي على الميزانيه، لقيت شي بروموسيون في شي حاجه، هاد 200 درهم منها منين كنمشي ليها. الا غلطت في الهري ولا غلطت في الخضره ولا غلطت في اللحوم، باش ما تخربقش لي الميزانيه كتلقاني داير انا واحد 200 درهم مقاداها. هاد 200 درهم ملي كنقول لك انا الطوارئ ما تندير فيها لا ضياف لا حتى شي حاجه. 200 درهم تقدر ما تقدكش مع شي ضياف الا كانوا شي وحدين قراب خوتك داركم ولا هذا وقرابين لك في السكنه، راه غير داكشي اللي عندك كطيبي به. هاد 200 درهم كنخليوها لواحد الخلل طرا لنا في الميزانيه، باش كنخليو حنايا ما نحسوش بواحد الاحباط. الا غلطتي والا شي حاجه ما يستراتكش، ربما كتشهي شي حاجه كتاخديها وهي ما داخلاش لك هكا، تبغي الشكلاط تبغي تشيبس تبغي شي حاجه، هاد 200 درهم كنخليوها للخلل. وهذا راه هو الجائزه ديالك الا ما درتي حتى شي خلل هنا، هذا هو الكادو ديالك، خدي على ديك 200 درهم تبرعي بها، خدي بها شي حاجه ديالك. يعني هذا كنخليها واحد الجزاء، او لا هذا كادو ديالي، الا ما درتش هنايا شي فوت هذه حلال عليا في الاخر الشهر. يعني حتى هي دايره ليها انايا، دايره ليها 200 درهم ديالها ضروري. هاد الطوارئ يعني هو الخلل كنخليو مجال الخطا، ولكن ماشي حيت ديري مجال الخطا كنخطئوا، لا خليها من تسالي غتاخديها. بقى لي هنايا انا كتبت لكم بالعربيه يعني تجميل زعما بوتي ولا ما بوزوان ولا اي حاجه.
هاد 400 درهم أنا كنقسمها 100 درهم كل أسبوع، 100 درهم زائد 100 درهم زائد 100 زائد 100. هادي ديالي ديال الحمام، كون هادي كيعطيها ليا راجلي، أنا مكنخسرهاش من فلوسي. هادي ديالي ديال الحمام. عارفين إلا بغيتي تمشي للحمام كتخسري واحد، إلا تمشي مثلا للحمام كتخسري 50 درهم مثلا في الحمام، ما بين الخلاص ديال الحمام، ما بين مثلا الا بغيتي تاخدي صابون البلدي، تاخدي مثلا شي حاجه هكا، شي كوماج ولا شي حاجه خفيفه، نيله حنه، هذا كتخفك 50 درهم، و50 درهم كتعطيها للطيابه، كدوز لك غير على ظهرك ولا هذا. بغيتي تمشي للحمام بحال الحمام التركي، حنا عندنا هنايا في المدينه ساكنه فيها حمام تركي ب50 درهم، وكتزيدي مثلا 50 درهم كتعطيها للسيده الا بغيتي تحك لك كامل، يعني 100 درهم كتقام عليك بها الحمام. عندهم جيل دوش، عندهم صابون البلدي، عندهم شامبوان، عندهم كلشي، كتجيبي معاك غير الكيس ديالك 100 درهم. هذه 400 درهم. هذه هي اللي كنت انا كنبغي ندير شي تحدي، كناخذ من هاد الفلوس، تنقول صافي عندي الدوش في الدار، عندي لي برودوي ديالي كلهم في الدار، كلشي عندي، بلا ما نمشي هاد الاسبوع. كنشد هذيك 100 درهم كنمشي كنديرها في الحصاله ديالي، يعني قد ما كنقص انا من الاحتياجات ديالي، ما نقصتش راه كنديرها كنخسرها على راسي. وغالبا كنبغي مثلا سيمانه سيمانه لا، يعني كنشيط منها 100 درهم في كل مره. ها هي 400 درهم ديالي حتى هي دايرها انايا في ديالها. شحال بقات لي هنايا؟ 300. بقات لي هنايا 300 درهم. 300 درهم عفوا 300 درهم. هاد 300 درهم كنديرها للاولاد. علاش كيعطيني انا راجلي 300 درهم؟ هذه 300 درهم زائد 200، حيت انا عندي جوج الوليدات. الوليد الاول على حساب ليكوش باقي كيدير ليا ليكوش، كتكفاني 300 درهم ما بين ليكوش واللانجات والطالك والبوماد اللي كندير ليه. 300 درهم كافياني، يعني 300 درهم هذه خاصه غير الوليد الصغير ب 300 درهم. هاد 200 درهم ديال الكبيبر، ولدي ماشي كبير بزاف، ولدي عنده 10 سنين، الاخر اللي كبير. هذا اللي كبير علاش عنده 200 درهم؟ الا بغى مثلا تهاتا هو شي حاجه بغى يشريها، باش انا علاش كندير هاد التقسيم؟ باش ما ندخلش في الميزانيه. الا بغى ولدي مثلا شي حاجه ما داخلاش عندي انا في هادشي، بغى باكي ديال كورني فليكس، بغى مثلا يخرج يلعب في شي بارك، بغى شي حاجه، كناخذ 200 درهم ديالو، هذه ديالو بما صغيور يحيد ليا ليكوش ونعطيهم نقسم ليهم هاد 500 درهم بجوج. يعني هاد 500 درهم كتبقى للوليدات، 300 درهم صغير حيت كيدير ليكوش وهذا، وهذا الكبير عنده 200 درهم ديالو. هذه ما تنقيساش ليه نهائيا، الا شاط شي حاجه كنخليها كتزيد على الاخرى، الا شاط شي حاجه كنخليها تزيد على الاخرى. وإلا بغى يشري شي لعبه، بغى يشري شي حاجه، راك عارفين الدراري ما كيتسالاوش من الطلبات ضروري. دونك هذه 500 درهم كنعطيوها للوليدات ديالو، حتى هي كنديرها وكاتبه فيها هنايا الاولاد. هاد الوليدات حتى هما كيحتاجوا، حتى هما خاصنا حتى حنا نتهلاو فيهم. فهذه هي الميزانيه ديالي انا. كيف ما قلت لكم عندي الاساسيات، وعندي الخضر والفواكه، وعندي اللحوم، وعندي الخراجات، وعندي الطوارئ، وعندي التجميل، وعندي الاولاد. هكا كيفاش كنقسم الميزانيه ديالي. امتاش كنقسم انا هاد الميزانيه وامتاش كنقيسها؟ هذه حتى يوصلوا 3 في الشهر اولا 4 في الشهر، كدوز 3 ايام ولا 4 ايام على الصالير وعلى الميزانيه من كيعطى ليا الزوج، عاد كنبدا كنقسمها. ضروري ما كنجروش الشهر واحد شي شويه، ماشي من نهار 29 انت كتفرقي فيها حتى كتوصل لك نهار 20 من كتلقاي الفلوس فين طاروا. لا، جري داكشي اللي غادي يشد لك بقيت جاره مع باش شي كيزيد على شي كيزيد على شي. دابا غادي نحسب معاكم انا هادو شحال كيبقى ليا فيهم تقريبا. هادشي كامل اللي قلت لكم فهو 3000 درهم. 3000 درهم هي الميزانيه ديالي انايا، هي 3000 درهم. كيف ما كنقسمها ما خبيش عليكم والو، هذه هي الميزانيه ديالي. هذه منها بالتدبير ديالها، راه هذه الا ما كنتيش مدبره وما كنتيش كتقتصدي وما كنتي كتصاوبي التاويل حتى شي حاجه، غتساليها وغتزيدي واحد 2000 درهم اخرى ديال الكريدي. كنتي بغيتي
توصلي لواحد الهدف كديريه، ضروري ما كتبعي الورقة والستيلو، شنو خسرت، شنو الحاجة اللي ضيعت فيها الفلوس هاد الشهر، صافي ما نعاودهاش الشهر الجاي، ماشي مشكل، كوني صريحة مع ذاتك، غلطت هاد الغلط ما نعاودوش الشهر الجاي، شريت هادي مثلا كنحتاج غير كيلو شريت جوج ونقيدها عندي بالشهر الجاي ما ناخدوش، وبهادي باش كنعمر الحصالات ديالي، هادي باش كناخد الحاجة اللي خصاتني في الكوزينة، راه بهاد التحديات بهاد الميزانية باش كنشري مثلا شي حاجة اللي هي بسيطة، عجانة، خديت اير فراير، خديت بلونش اللي كنطيب عليها دايره 600 درهم، خديت اسبيراتور، بهذا الشيء كنقص ماشي كنجوع لا، غير ما نلوحش، شتي الا حبسنا حنايا غير من الضياع ومن اللوحان ديال الماكله غنشيطوا بزاف، طيبي غير جهد ما تاكلي وما تلوحي حتى شي حاجه، والماكله الا رميتيها راه غتشتقيها، غيجي واحد النهار شتي غير انا بعض المرات كطرى ليا راه الا بقى ليا غير شويه ديال الطحين وكنقول صافي هاد شويه ما كاين لاش حيد عليا، ولا كتبقى في شي ميكا ولا شي تفرتي ديال شي حاجه كتحيد، راه بعض المرات كنبغي مثلا نصوب غير البريوات ولا شي حاجه كنبغي شويه ديال الدقيق، عرفتي غير شويه ديال الدقيق غير باش كنلصقوا به البريوه ما كنلقاهش، وشنو كنتفكر النهار اللي رميته وانا راه ما لقيتوش، غنصيفط ولدي ولا هذا يمشي يجيبوا ليا، ولكن راه ديك الساعه وقفت عليه وما لقيتوش وسببي غير انني ضيعته، وبحال هكا باش كنقسم الميزانيه ديالي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، خليو لي الميزانيه ديالكم في التعاليق، اللي بغات شي تقسيم ديال شي ميزانيه تخلي لي الميزانيه شحال وشنو الالتزامات اللي عندها، واش كتخلص الكرا، واش عندها فواتير، وانا غادي نقسم ليها الميزانيه ان شاء الله، وندير ليها حتى قائمه ديال التقديه اللي خاصها على حساب افراد الاسره. خليو لي التعاليق ديالكم، شحال الميزانيه ديالكم، شحال افراد الاسره اللي عندكم، وان شاء الله ندير لكم فيديو مره على تقسيم ديال الميزانيات. شكرا على حسن المتابعه والى الملتقى باذن الله.